السلام عليكم. لما تشوف الصورة دي وتسمع خبر توقف حركة علمانيون بسبب اللي يسموه قلة الدعم مش قلتلكوا هيغرق؟ يستاهل كل اللي جراله. اهو جه اليوم اللي نشوفك فيه كده. فصعب جدا يمر عليك المشهد كده من غير ما تتكلم فيه وتستحضر حاجات عندك. اكيد عقلك على طول هيربط مباشرة كده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي قال فيه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. المسألة هنا مش مجرد حركة فكرية مش قادرة تجمع شوية تمويل ليها علشان تستمر. المسألة أعمق من كده بكتير. المسألة إنهم كانوا بيحاربوا الفطرة السليمة عند الناس، بيحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى. لأنك لما تحاول تبني كيان أو تنشر فكر كل مؤهلاته إنه يصطدم مع الفطرة السليمة ومع عقيدة الناس وهويتهم اللي معجونين فيها، فأنت كده ما بتحاربش أشخاص، ده أنت بتحارب دين ربنا سبحانه وتعالى. لو يقول لك قلة الدعم، الناس ممكن تنبهر لفترة كده بالبلاغة والشعارات اللي هم كانوا بيفضلوا يقولوها، لكن لما يكتشفوا ان الهدف الاساسي هو تغيير الهوية الاسلامية الناس بتتقلب عليهم 180 درجة. الجهود اللي اتبذلت والفلوس اللي اتصرفت والوقت اللي ضاع في محاولة تغريب المجتمع، النتيجة الحتمية بتاعته اللي وصلوا لها خلاص هو الحسرة. حسرة على مشاريع اتولدت ميتة اصلا لانها ضد الدين زي ما قلنا وضد الفطرة السليمة. والنهاية دي مش غريبة، دي سنة متكررة في التاريخ بس للي يقرأ ويفهم. ان الحركة دي تقف ده تذكير للناس بان الفطرة السليمة ممكن تمرض وممكن تضعف لكن مستحيل انها تموت، وان الاموال اللي اتصرفت هتكون حسرة على اللي صرفها. وده اللي شفناه بعينينا ولله الحمد. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.